نذكر الله ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ في لندن مع الطفلة جوي وهي بتتمرن. بعد شوية بتحصل خناقة بره بين أهلها وده بيخليها تفتح الشباك وتقعد. فبنرجع تاني بعد 20 سنة لما بنروح لجوي اللي بتصحى من النوم وبتكون متأخرة عن شغلها، فبتحاول تجهز. لما بتخلص بتجيلها مكالمة مستعجلة، فبتركب الموتوسيكل وبتمشي لحد ما بتوصل لكاسي مدير دار رعاية، وبنعرف إن أخوها مقيم هناك واسمه مايكل، وده لأنه مصاب بالتوحد ودي أفضل وسيلة لرعايته. فبتقول لها كاسي إن مايكل مش هينفع يكمل معانا، وده لأنه اخترق ملفات الدار وحول فلوس منها. وبنعرف كمان إنه فشل في 9 دور رعاية قبل كده، فبيعد لها مايكل الأماكن اللي راحها وبيفرح لأنه هيروح معاها. فبتيجي لجوي مكالمة من ديريك مديرها بيقول لها انت لو ما وصلتيش الساعة 2 هتطردي. فبتجري جوي وبيجري مايكل وراها، وطبعا الموتوسيكل بيعطل، فبيجروا ورا أتوبيس لحد ما بيركبوا. بتحصل شوية حاجات زي انهم بيركبوا أتوبيس غلط، مش بس مرة، دي مرة تانية، لحد ما أخيرا بيركبوا الأتوبيس الصح. بس مايكل بيفقد السيطرة لأنه نسي الشاحن بتاعه، لكن جوي بتقدر تهديه وبيكملوا. أخيرا بيوصلوا لمكان شغلها في برج ذا شارد، ومايكل بيقعد يستناها لحد ما بتوصل له مع بيج رون، وده اللي هيفضل معاه لحد ما تخلص شغلها. فبيتأكد إنه معاه شاحن الأول وبيروح معاه، طبعا بعد ما عرف إنه مصاب بالتوحد. فبيقول لها أنا هفضل معاكي في البيت. بتقول له لحد ما نلاقي دار جديدة. بتوصل جوي الأسانسير وبنعرف إن البرج هيستضيف حفلة شركة أجنيان إنرجي. وبعد شوية بيركب جيرالد وأخوه جيفري المديرين التنفيذيين للشركة مع السكرتارية جينيفر اللي بتقول لهم على موعدهم لحد الساعة 6 وده ميعاد الحفلة. وبنعرف إن جيرالد عنده السكر، ده غير إنه بيتنمر على صديقة جوي، بس جوي بتحط عليه. وبنعرف إن صديقتها اسمها هالين. ما تنسوش يا إخواتي تذكروا الله. أخيرا بتوصل لديريك اللي بيقول لها متأخرة ساعة، علشان كده هتنضفي زجاج الدور 51، وكمان الساعة اللي اتأخرتيها هنزودها، وبكده هي هتمشي متأخرة ساعة عن كل زمايلها. بنعرف إنها محتفظة بصور ليها مع مايكل وهم صغيرين، وبتجهز نفسها وبتنزل للنافذة علشان تنضفها لحد ما بيوصل لها زميلها نوح. فبتعرفوا إن مايكل معاها واتطرد من الدار. بعد شوية بيوصل له بيج دون بمشروب، لكنه بيسيبه وبيخرج جري العربية بره. فبيبص على السلم وبيقوم. أما جيرالد بيكلم جينيفر وبيقول لها تشوف مين اللي هانته وتطردها. بنعرف إنهم داخلين مقابلة تلفزيونية بسبب نجاح الشركة الكبير في مجال الطاقة. أما بيج دون بيرجع ومش بيلاقي مايكل، وديريك بيزعق لجوي بسبب جيرالد لكنه مش بيرفضها. في الوقت ده الشركة بتجهز للحفلة لحد ما بيجي الليل وبتبدأ الناس توصل. أما مايكل بيوصل لجوي فبتزعق له لأنه هيتسبب في طردها، وده بيخليه يزعق وبيسيبها وبيمشي. فبتحاول تروح له لكن ديريك بيكلمها وبيقول لها لسه في شغل تاني، وبينزل لها نقالة علشان تروح للشغل المطلوب. وبتلاحظ انه معطل التحكم من عندها، هو بس اللي يقدر يتحكم فيها. بعد شوية بتتزحلق جوي فبتقع منها الإسفنجة لتحت وبتنزل على شخص فبيقع. في الوقت ده بتوصل عربية قدام الشركة وبتنزل منها مجموعة مقنعة، واضح انهم تبع الحفلة لان بيجدون بيدخلهم. اما ديريك مش بيرضى يطلع جوي كنوع من انواع العقاب، لكنه في الاخر بيطلعها. والمجموعة المقنعة بتوصل للحفلة وبيبدأ واحد يحدد مكان جيرالد وجيفري. وبنعرف ان في شخصيات مهمة في لندن حضر الحفلة لحد ما بيطلع جيفري على المسرح يقول كلمته، وجيرالد بيسيب الحفلة وبيمشي مع واحدة. في الوقت ده بيوصل 2 لديريك وبيقتلوه هو وكل اللي معاه في الغرفة، وهم بيشيلوا ديريك النقالة بتنزل لتحت بجوي وبيخلعوا الأقنعة. فبتقول واحدة واسمها زي ما كانش لازم نقتلهم. فبتبدأ زي تخترق الشركة. أما جيفري لسه بيقول كلمته لحد ما واحد من المقنعين بيقول له أحسنت، بس مفيش ولا كلمة صح، وده لأنه بيتكلم عن المسؤولية والثقة والشفافية. فبياخد من موظفة المشروب اللي بيتوزع وبيكسره وبيلبسوا هما ماسك تنفس. فبتبدأ الضيوف كلها يغمى عليهم والمشروبات كلها بتخرج غاز، فكل اللي في البرج بيغمى عليه. لكن مايكل أول ما بيشوف الغاز بيجري، وجوي بتشوف الغاز وبتشوف ناس مغمى عليها، ومايكل بيدخل لغرفة وبيقفل على نفسه. فبتبدأ المجموعة تفوق جيفري وبيخرجوا أسلحة من التلج. فبتقول لهم زي إن المخدر قدامه 4 ساعات ومفعوله يزول. فبيشيلوا مجموعة من الحضور وبيفوقوهم، وبيقول لهم واحد احنا ثورة
ثورة الأرض، وإحنا هنا النهاردة لبناء فجر جديد، لازم تسمعوا كلامي علشان تعيشوا. في الوقت اللي جوي بتحاول تطلع للسطح على الحبل وهي سامعة كل التعليمات اللي في غرفة ديريك، فبيلاحظوا إن جيرالد مش موجود، فبيسألوا جيفري، ولما مش بيجاوب بيكسروا له صباعه. في الوقت اللي بتوصل فيه جوي لغرفته بيوصل واحد من المجموعة وبيفوقه، فبياخده معاه للشباك علشان يفوق، وهو بيشوف جوي فبيفضل يكلمها لكنه مش بيفهم كلامه. بنعرف إن واحد من المجموعة هو نوح زميل جوي في العمل. بياخدوا نوح وبينزلوا لتحت، وجوي بتحاول تصلح التحكم علشان تنزل، فبتقول لازم تهدي علشان مايكل محتاجك، ومايكل بيقول لازم اهدى علشان جوي محتاجاني. فبيخرج مايكل وجوي بتحدف حبل لتحت علشان تنزل، لحد ما بينزل نوح جيرالد، وقائد المجموعة بيخلع قناعه وبيقول انا ماركوس. فبيحاول جيفري يعرض عليهم فلوس، لكن نوح بيقول له مش عاوزين فلوسكم، احنا عاوزين ننقذ العالم. وبنعرف ان الشركة بتنقل مخلفاتها في المية، وده هيتسبب في مرض ودمار للبشرية وكل المخلوقات. ده غير انهم سجنوا واحدة كانت هتكشفهم، ولما قالت هتتكلم في المحكمة قتلوها، وكل الحضور اللي فوقوهم متورطين في جريمة الشركة. كل ده بتكون شايفاه جوي لما نزلت على الحبل اللي عندهم، فبيقول لهم ماركوس هتدوا لزي باسوردات حساباتكم، وهي هتنشر عليها اعترافات منكم بجرائمكم، بعدها هتكونوا حرين ولكن في السجن، واسهم الشركة هتنزل الارض. بس بيترجى جيفري انهم يتكلموا وكل حاجة هتكون بخير. في الوقت ده بيقوم نوح بإزازة وبيخنق جيفري بيها، فبيروح له ماركوس وبيقول له احنا اتفقنا اننا نهدى والموضوع مش هيتحل بالعنف. فبتطلع جوي مرة تانية للنقالة وبتاخد شحم من النقالة وبتحطه على شباك وبتولع فيه بطلب مساعدة علشان الكل يشوفه. فبتتكلم الحكومة بان في نداء استغاثة في البرج. طبعا زي بتكون سامعة كل اللي بيحصل. في الوقت اللي بتخرج المجموعة متفجرات كنوع من انواع الاقناع، وماركوس مش بيكون عارف حاجة عنها، دي فكرة نوح. فبتتدخل زي وبتقول لهم على الشرطة، فبيقول ماركوس لنوح يشوف مين بلغ، وبيقول لزي قول لهم اننا معانا رهائن. بيستغل جيرالد الموقف وبيهرب. في الوقت اللي بيوصل نوح لجوي علشان يمسكها، لكن بيقول له ماركوس يسيبها ويشوف جيرالد اللي هرب، فبيقول لزي تسحبها لفوق، لكنها بتعطل السير وكده هي محبوسة. في الوقت اللي بيوصلوا فيه لجيرالد وبيمسكوا ماركوس، فبيوصل نوح وبيهدده بمسدسه، فبيقول له ماركوس نزل السلاح، لكن بيقول له محدش هيسمع كلامك من دلوقت، لان رغم كل اللي بتعمله العالم لسه بينتهي. فبيقرب منه علشان يضربه، بس بيسبقه نوح وبيقتله، وبيكون نوح عامل مجموعة انقلاب داخلية، واللي مش بيوافق ينضم ليهم بيقتله. فبتوافق زي تكون معاهم، وبيقول لماركوس ان الناس هي المشكلة ومفيش وقت للثورة، جه وقت الحساب. فبيخرج ببس الباقي المجموعة وبيقول لهم اللي حصل وان اللي معانا يتصرفوا مع اعدائنا. فبيرمي ماركوس من الشباك وبينزل على نقالة جوي وبيضرب جيرالد في رجله بالرصاص. ده غير انه بيؤمر بتفجير البرج لما يخلصوا، وان جوي لازم نتخلص منها. فبتقول زي ان في هليكوبتر بتقرب من البرج، وبنعرف ان جيفري مات بسبب نوح. فبنشوف الشرطة وهي بتقرب من البرج، اما جوي بتلاحظ سلاح ماركوس فبتحاول تاخده. في الوقت اللي بيوصل لها فيه مايكل اخوها، لكن الاسانسير بيوصل لهم فبيستخبى مايكل، وبيكون اللي واصل نوح. فبيقول لها كنت اتمنى ما تكونيش هنا، لكن ديريك الغبي بيحاول يقنعها تنضم ليهم، لكنها بترفض لانه بيقتل الناس. فبيقول انا بقتل الناس اللي تستحق القتل، بس بتصمم انها ما تنضمش ليهم. علشان كده بيبلغ زي بمايكل وبيقول لها ابعتلك صورته. بعد شوية بتبدأ وزيرة الطاقة تتكلم بكل الجرائم اللي شاركت فيها مع شركة أجنيان، زي انها قبلت 2 مليون جنيه استرليني كرشوة علشان تعرقل التحقيق مع الشركة. فبنشوف الشرطة وهي بتقرب من البرج، وده بيخلي نوح يجبر جوي تضرب طلقات في الشارع علشان تعرقل تقدم الشرطة، وإلا هيقتل هالينا صديقتها. فبتضطر جوي تضرب نار على الناس اللي تحت، وبيبلغ الشرطة بان في واحدة بره البرج ماسكة سلاح، لحد ما الرصاص بيخلص منها. والشرطة بتوصل لتحت البرج وبيوجهوا اسلحتهم على جوي، حتى الهليكوبتر كمان بتشغل كشافتها عليها، وده بيخلي نوح يسيبها وبيمشي. والشرطة بتؤمر جوي تسلم نفسها، وبيتقال في الاخبار عنها. فبتنزل القائدة كلير من عربيتها وبيوصل لها مساعدها خان باخبار. فبنعرف ان جوي
جوي كانت جندية سابقة وعضوة في وحدة الاستطلاع الخاصة، ولكنها اعتدت على زميلها في الوحدة علشان كده اتطردت. في الوقت اللي جوي بتحاول تقول لهم انها مش معاهم، بيقول خان ان في تحويل حصل من جيرالد وجيفري لجوي بمبلغ 33 مليون دولار، فبتاخد تليفون ماركوس، لكن الباب بيتفتح وبيقع ماركوس وبتتعلق جوي، فبتتصل بالشرطة وبتطلب تكلم كلير، فبتقول لها انا مش معاهم واخويا جوه البرج. اما الرهائن بتبدأ تعترف بكل اللي عملوه، فبتقول لهم جوي انا عاوزة ادخل البرج، وبنعرف ان نوح سجله نضيف ومعلوش اي سابقة، وده لانه سرق بيانات شخص تاني وان اسمه الحقيقي لوكاس، وعضو في جماعة معادية للإنسانية، جماعة بتتكلم ان الانسان المسؤول عن الفيروسات، وعلشان نعالج الفيروسات لازم نخلص من الانسان. بس لما لقى محدش بيسمعه ولا بيشوفه، بدأ يقرب من ماركوس زعيم ثورة الارض، ونجح فعلا يكون عضو هو وجزء من جماعته. اما نوح بتوصله فيريا وبتديله ساعة بيسألها لو نبض وقف ايه اللي هيحصل، بتقوله هيكون قدامك 5 ثواني علشان كل حاجة تنفجر. فبتقوله زي كلير عاوزة تكلمك، بيعرفها ان الساعة اللي في ايده مربوطة بمتفجرات اللي هو رابطها على الرهائن اللي معاه، وبمجرد ما نبضه يقف 5 ثواني هينفجروا كلهم. في الوقت اللي بتحاول جوي انها تدخل للمبنى عن طريق كسر اي شباك، لكن كل ده بدون اي فايدة. اما كلير بتحاول تقنعه يسيب الباقي يمشي، لكن بيقول ده وقت الحساب ولازم الكل يتعاقب. فبتبدأ مجموعة من الشرطة تتقدم، بيشوفهم وبيقول لها انتوا ليه بتتسللوا قدامي 5 ثواني وإلا هيتفجروا كلهم، وده بيخليها تأمرهم يرجعوا، ومع ذلك بيفجر عربية جنبهم وهم راجعين وبيقتلهم علشان بوريس هو اللي أمرهم يتحركوا وبتزعقله. فبتكلم جوي وبتحكي لها عن الجهاز اللي في ايد نوح، بتقول جوي انا هحاول ادخل، وبتعرف انه بيتحكم في كل حاجة عن طريق غرفة ديريك. فبيكلمها نوح وبيلومها على مساعدة الشرطة، وده عن طريق السماعة اللي كانت مع ديريك. فبتقول لها كلير لازم تمشي حالا لان المتفجرات في طريقها ليكي، ومايكل لسه واقف عند الشباك وشايف كل حاجة. فبتبدأ جوي تمشي على حواف النوافذ لحد ما بتستخبى في جنب، والمتفجرات بتوصل للنقالة وبتنفجر وبتقع. كل الرهائن لسه بيعترفوا بجرايمهم. في الوقت ده بتقول كلير جوي ماتت، ولما بتوصل الاخبار لنوح بيقول ما تصدقوش الكلام ده. اما جوي بترجع تكلم كلير مرة تانية وبتخلي القناص يضرب اكتر من رصاصة في نافذة. اخيرا بيوصلوا لاعتراف جينيفر ودي قبل جيرالد، فبتقول زي انا قربت اخلص، ونوح بيقول لفيريا تاخد جزء وتدور على جوي في الطوابق. اما جوي بتحاول تفتح الشباك وتدخل، وبتقول انا سبت مايكل يتضرب مرة من غير ما اعمل حاجة، المرة دي انا مش هسيبه. الدور جه على جيرالد علشان يتكلم. في الوقت اللي بتتصل كلير بنوح وبتقول له هتعمل ايه بعد كل ده، بيقول لها فاضل 40 دقيقة وهنحتاج عربية توصلنا مع الرهائن، بعد 300 متر هنفرج عن نص الرهائن، ولما نبعد اكتر واكتر هنفرج عن الباقي. اما جوي بيوصل لها مايكل وبيكسر الازاز وبيدخلها، وفيريا بتفحص النوافذ علشان تشوفها. فبتبدأ جوي ومايكل يجهزوا نفسهم، ونوح بيعرف وبيقول لازم تلاقوها. اما جوي بتقول لمايكل يخترق الملفات قبل نوح ويمنحها، ونوح بيهدد كلير انها لو اتدخلت هيقتل نفسه. فبتحاول جوي ومايكل يستخبوا من رجالته اللي بتجري وراهم لحد ما بيوصلوا للغرفة اللي هم فيها، وبتقول جوي لمايكل يفضل هنا. فبتقابل واحد وبتضربه بمفتاح، ومايكل بيخرج وبيضرب التاني قبل ما يقتلها لكنه بيضربه. فبتاخد مسدس بتقتل الاول وبتقتل التاني قبل ما يضرب مايكل اكتر، لحد ما بتوصل لها فيريا بمسدس لكنها بتفجر انبوب بيخرج غاز بيسلخها، ومع ذلك بتوصل لها فيريا وبتضربها لحد ما بيقعوا هما الاتنين وبتاخد مسدس. في الوقت ده بياخد مايكل قنبلة وبيرميها عليهم، فبتستخبى جوي وبتنفجر فيريا لبره البرج. علشان كده بيقول نوح فاضل لنا اعتراف واحد ونخرج، فبتعرفوا زي ان قدامهم 4 دقايق ويمشوا، لكن بتلاقي الاعتراف الاخير لنوح بان الفيديو ده لما يتعرض المبنى كله هيكون متدمر والناس اللي جوه هيكونوا ميتين بما فيهم هما. لما بتبدأ تقلق بيهددها اللي وراها بالمسدس، لكن زي مش بيعجبها
بتكره الموضوع وبتهرب، بس بيطلع وراها وبيضربها بالنار. في الوقت اللي بتوصل جوي ومايكل وبيقتلوه، وبيبدأ مايكل يخترق الملفات وياخدها، فبتكلموا جوي بانهم خدوا كل الملفات، ده غير الفيديو بتاعه اللي هينزل على اليوتيوب والكل هيشوفه لانه هيجيب مشاهدات اكتر مننا. فبتكلم كلير وبتقول لها انا هتصرف مع نوح والمفجر وانتوا خرجوا اكبر عدد من الرهائن، دلوقتي غرفة التحكم فاضية ومحدش هيشوفكم، وعاوزاكي تخلي بالك من مايكل وتحميه. بس مايكل مش بيوافق وبيكون عاوز يخرج معاها، حتى لو ماتوا مش مشكلة المهم يفضل، لكنها بتقنعه ينزل في الاسانسير ويسيبها، وبيعرف نوح مكانها وبيخرج مع رجالته. في الوقت اللي بتدخل القوات للمبنى بتوصل المجموعة لمكان جوي، فبتنزل على واحد وبتخنقه ومش بتسيبه لحد ما بتقتله. اما الشرطة بتوصل اخيرا للرهائن، فبتبدأ الرهائن تفوق من المخدر. في الوقت اللي بيوصل واحد للي قتلته جوي وبيشوفه، لكنها بتيجي من وراه وبتقتله. فبتقول الشرطة احنا مش هنقدر نفك كل المتفجرات وممكن تنفجر في اي لحظة وتفجر البرج. اما جوي بتلاقي نوح قدام الشباك اللي وقعت منه فيريا، وبيقوم وبيقدر يضربها وبياخد المسدس. لما بيعرف ان الهارد مش معاها بيكون هيقتل نفسه، لكنها بتمنعه وبتحاول تضربه، فبيخنقها بحبل وبيروح للشباك، بس بتقدر تضربه وبيكون هيقع. فبيقول لها خلاص خلصت والامر هينتهي، بس بتقول له هينتهي بالنسبة لك وبتكون خدت الساعة، وده بيخليه يحاول يطلع مرة تانية، لكنها بتزقه وبتوقعه من البرج. في الوقت اللي بتوصل لها الشرطة وبينقذوها، فبتوصل كلير وبتسألها عن مايكل، بتقول لها بخير. فبتقول لها في مسؤولين كبار طالبين منك الهارد بالأدلة اللي عليه. بتقول لها أنا مش معايا أي هاردات، ده مجرد فخ نوح ونجح. فبتروح لمايكل وبيفرح إنها رجعت، وبيكون مايكل هو اللي معاه الهارد اللي بينتشر وكل العالم بيعرف حقيقة شركة أجنيان إنرجي. أما مايكل وجوي بيسافروا لبعيد مع 33 مليون دولار اللي بعتهم نوح لحسابها من حساب جيرالد. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.